كل من يجرؤ على إفساد هذا القبر ستلتهم التماسيح والعقارب وسترفض روحه في العالم الآخر. It has been called the curse of the pharaoh. الجملة دي مكتوبة كنقش تعزيري في وسط مقبرة كاهن مصري قديم من الدولة الوسطى، وموجودة حاليا ضمن سجلات متحف الآثار في القاهرة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لأول مرة تشوفني وتدوس لايك على الفيديو ده. سنة 1922 لما هوارد كارتر دخل مقبرة توت عنخ آمون ما كانش عارف انه بيدور على ممتلكات محمية من آلاف السنين. يقال انه فتح التابوت وبعدها بأيام اللورد كارنرفون مات بلدغة بعوضة، ولما مات ما ماتش بطريقة عادية، وهو بيموت الكهرباء قطعت عن القاهرة كلها في نفس اللحظة، وفي نفس الوقت كلبه مات برضه. سيضرب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو المن. اللي حصل كان صدفة ولا دي لعنة رجعت تاخد حقها من اللي فتح باب المقبرة؟ مش عارف، بس النهاردة وبعد 100 سنة مصر بتفتح أبواب مقبرة جديدة، بوابة فرعونية ضخمة باسم المتحف المصري الكبير، المكان اللي هيجتمع فيه كل ملوك مصر، كنوزهم وأسرارهم حتى لعنتهم لو كانت موجودة. مستعد تدخل؟ المتحف المصري الكبير هو واحد من أكبر المشاريع الثقافية والأثرية في القرن ال21، على بعد خطوات من أهرامات الجيزة، وبيجسد رؤية مصر الحديثة في الحفاظ على تراثها الفرعوني وعرضه للعالم بأحدث التقنيات. بدل ما كان افتتاحه هيكون في العام الجاري في شهر 7 اتأجل بسبب عدم الاستقرار السياسي. في حدث مهم زي كده لازم العالم كله يكون منتبه لحاجة زي دي. تكلفة المشروع تجاوزت $1 مليار. رقم. المتحف المصري الكبير اتبنى على مساحة هايلة حوالي نص مليون متر مربع، ولو مش متخيل خليني اقولك انه تقريبا زي 70 ملعب كبار جنب بعض. بالنسبة للتصميم، المعماريين اختاروا شكل مثلث مائل كأنه هرم حديث مستوحى من أهرامات الجيزة. ليه؟ علشان يكون في تناغم ما بين القديم والجديد، بين الفراعنة والزمن المعاصر. والمتحف كمان موجه للأهرامات، وكأنك لما تمشي جوه بتكمل الرحلة من التاريخ للمستقبل، جيل بيسلم جيل. واو. خليني اقول لك ان التصميم ده مبني على نظريه عالم الرياضيات فيبوناتشي، ودي نظريه بتشرح النسبه الذهبيه او الجمال المثالي اللي الطبيعه نفسها بتستخدمه، زي في ترتيب ورق الشجر او شكل الاصداف. فيبوناتشي هو عالم رياضيات ايطالي، لاحظ ان في الطبيعه في تسلسل رقمي بيتكرر. ركز معايا كده في الارقام دي: 1 1 2 3 5 8 13 21. كل رقم هو ناتج جمع الرقمين اللي قبله، يعني لو جينا عند الواحد والواحد وجينا عند ثالث رقم اللي هو الاتنين هنلاقيه جمع الاتنين اللي قبله. طيب لو جينا عند الواحد والاتنين ورحنا للثالث رقم بالنسبة لهم او رقم 3 هنلاقي ان هو ناتج الرقمين اللي قبله الاتنين والواحد، ولو جينا عند 2 و3 هنلاقي الرقم اللي بعديهم 5، وهكذا. لما تقسم بقى اي رقم على الرقم اللي قبله هتلاقي انه بيقرب من 1.618، وده اسمه النسبة الذهبية او الجولدن ريتيو تقريبا. فالواجهة الرئيسية للمتحف مقسومة افقيا ورأسيا بنسبة 1 إلى 1.618 علشان تكون مريحة للعين، ولما تبص على كل جزء منها تبقى قادر تشوف كل جزء لوحده كامل بشكل مريح جدا. المسارات الداخلية اللي بتمشي فيها الزوار بتتفرغ بشكل انسيابي كأنك ماشي جوه لولب كبير زي القوقعة. المسافات بين الأعمدة والجدران وحتى توزيع الغرف مدروس بحيث يحقق نفس التوازن والجمال الموجود في الطبيعة. المعماري استخدم النسبة دي علشان يعمل توازن وانسجام في التصميم بحيث يكون مريح للعين وانسيابي رغم ضخامته. الشكل الهرمي المائل بيجمع بين القوة والجاذبية وبيخلي المكان نفسه وكأنه بيحكي قصة من آلاف السنين بس بأسلوب عصري. المتحف المصري الكبير بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية. كمان هيتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون لأول مرة، وهي تقريبا أكتر من 5000 قطعة أثرية، ولكن هي لحد دلوقتي لسه ما اتنقلتش للمتحف الكبير، ومن المفترض ان هي هتتنقل قبل الافتتاح بحاجات بسيطة. ومن اهم ممتلكات الملك توت عنخ آمون واشهرهم هو قناع الذهب الشهير، وده اشهر قطعة فرعونية في العالم كله، مصنوع من حوالي 10 كيلو ذهب صافي ومتطعم بالاحجار الكريمة زي اللازور. في علماء بيقولوا ان القناع اصله مش لتوت ولكنه اتعدل ليه بعد وفاته فجأة. الخنجر السماوي، خنجر مصنوع من حديد جاي من نيزك وقع على الارض. الخنجر ده اتوجد جنب جثة توت وكان جزء من الحاجات اللي بتحميه بعد الموت.
العرش الذهبي هو كرسي ملكي من الخشب ومغلف بورق ذهب مرسوم عليه مشهد لطيف بين توت وزوجته. المشهد بيبين العلاقة العاطفية، وده كان نادر يتعمل بالطريقة دي في الوقت ده. توت عنخ آمون كان عنده 6 عربيات، منهم 2 للعرض و2 للحرب و2 للطقوس. تصميم العجل فيها متطور جدا لدرجة ان الناس بتقول انها كانت سريعة وخفيفة زي العربيات الرياضية دلوقتي. لو هتيجي مواصلات فالمتحف على الطريق، وانت راكب عربية الرماية هتخليه ينزلك عند البواب الخاص بالدخول، ولو انت معاك عربية فالباركنج هناك ب50 جنيه، والدخول للمصريين ب200 جنيه قطع التذكرة. اول ما بتركن العربية بتمشي قدام شوية، وبعد كده بتعدي على بوابة التفتيش، وبعد كده بتقطع التذكرة. للمصري زي ما قلت لكم ب200 جنيه، ولو عايزها يكون ولو معاك مرشد سياحي في وسط جروب بيكون كمان موجود سماعات بتلبسها، دي تقريبا ب 350 جنيه. بعد كده بتمشي قدام شوية بتلاقي الفطوطة دي بتدخلك لحد الباب المتحف الرئيسي، ودي مجانا تماما. اول لما بتدخل بتلاقي تمثال رمسيس في الباب الرئيسي بشكل مهيب قوي. في تقريبا هناك 12 قاعة عرض للقطع الأثرية، فانت هتلف هناك كتير جدا لحد ما رجلك توجعك. وموجود محلات تحف وهدايا، وفي مطاعم كمان حبيتوا تقعدوا تاخدوا حاجة تاكلوها مثلا في وسط الجمدان اللي هتشوفوه هناك ده. ولو حبيتوا تدخلوا سينمات برضو موجود. كمان لو أول مرة تروحوها هتتبسطوا قوي.